يا أهلا بيكم. النهاردة هنحلل سوا أغنية أبطال الجمهورية، واحدة من الأغاني اللي عملت ضجة ونجاح مش طبيعي في السنين الأخيرة. هندخل في عمق كلماتها اللي ممكن تبان غريبة شوية عشان نعرف إيه سر الجاذبية الكبيرة دي. جاهزين نفك الشفرة دي مع بعض؟ الأغنية بتبدأ بداية قوية جدا، إعلان صريح وجريء. من أول لحظة الفنانين حطوا سقف طموح عالي قوي، وكأنهم بيقولوا للعالم كله استعدوا لحاجة عمركم ما سمعتوها. الجملة دي هي اللي بتحدد نبرة الأغنية كلها. لأول وهلة ممكن الكلمات دي تبان عشوائية أو حتى ملهاش معنى. طيب، إيه السر ورا الفوضى دي؟ خلينا نشوف إزاي إن العشوائية اللي باينة دي هي في الحقيقة لغز إبداعي ليه مفتاح. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، واللي بيركز على بداية الأغنية السريالية جدا. البداية اللي خلت كل الناس تسأل نفسها هو أنا إيه اللي بسمعه ده؟ الجملة دي بالذات هي اللي بتلخص حالة الجنون الإبداعي في الأغنية كلها. فكرة إنهم يغنوا تحت المية دي حاجة أصلا مستحيلة وتضحك، وكأنهم من أول ثانية بيقولوا لنا بصوا اللي جاي ده مش منطقي خالص. فأنت خلاص بترمي المنطق ورا ظهرك ومستعد تسمع أي حاجة غريبة هتحصل. طيب، دلوقتي خلينا ننتقل ونشوف إزاي الأغنية بتبني على الخيال ده وبتربطه بواقع الشارع المصري بكل فوضته. وهنا بتيجي أول لمسة من الواقع. فجأة بنتلاقى في مكان حقيقي ومعروف قوي في قلب القاهرة، العباسية. مش مجرد اسم مكان، دي كلمة ليها معاني كتير لناس كتير، وفكرة الهروب منها بتدي للأغنية إحساس بالمغامرة والتمرد. وعلى طول بعديها بنشوف الصورة المألوفة دي لأي حد عايش في مدينة زحمة. مشهد زق العربية العطلانة ده موقف يومي بيعكس معاناة بسيطة وحقيقية قوي. وهنا الأغنية بتتنقل بذكاء من الخيال المطلق لتفاصيل الحياة اليومية اللي كلنا نعرفها. وبعدين تيجي الكلمة اللي بتلخص كل حاجة، المعمعة. مفيش كلمة أحسن من دي توصف حالة الزحمة والدوشة والفوضى اللي بتميز شوارع المدينة. كلمة واحدة بترسم صورة كاملة في دماغ اللي بيسمع. فالنقطة هنا بقى إن الثلاث جمل دول بيشتغلوا مع بعض عشان يرسموا صورة حية وحقيقية لرحلة في قلب المدينة. هي خلطة كده من الهروب والمشاكل اليومية البسيطة والفوضى اللي حواليك من كل حتة، وده اللي بيدي الأغنية نبضها الحقيقي. نروح بقى للي ممكن نعتبره أهم موضوع في الأغنية كلها، الرابطة القوية بتاعت الإخوة والصحاب الجدعان. الجملة دي هي قلب الرسالة اللي في الأغنية. في الفرح، يعني مناسبة مهمة، الاختيار واضح وما فيهوش نقاش، الدعوة للإخوات بس. وده بيحط أساس لقواعد الشلة المقربة. وهنا لازم نقف شوية عند كلمة أخواتي دي. الكلمة دي ليها وزن كبير قوي. هي مش مجرد صحاب، لا، دي بتعبر عن علاقة أعمق بكتير، علاقة ولاء ودعم مطلق. نقدر نقول إنها العيلة اللي الواحد بيختارها بنفسه. والأغنية مش بس بتقول إن الأخوة مهمة وخلاص، لأ، دي بتحط قواعد زي دستور كده للعلاقة دي. يعني مفيش مكان وسطهم للعيال الفرافير أو اللي مش قد المسؤولية. والأهم من أي حاجة هو التقدير، الاحترام المتبادل. وفي الآخر بتأكد إن الصحبة الجدعانة أهم مليون مرة من الفلوس والمظاهر. دي قيم واضحة قوي بتحدد مين معانا ومين مش معانا. ونيجي دلوقتي للجانب الكوميدي والغريب في الأغنية، وهو طريقة كلامها عن الحب والعلاقات. التشبيه ده يمكن من أغرب وأظرف الحاجات اللي ممكن نسمعها. إن القلب يبقى زي كوافير، ناس داخلة وناس خارجة طول الوقت. دي طريقة عبقرية ومضحكة لوصف قلب مشغول أو يمكن مجروح. ده بيورينا أسلوب الأغنية الساخر. والأسلوب المرح ده بيكمل في ألقاب الغزل الغريبة جدا اللي بيستخدموها، سمكة ومدلعة والقطة المشمشية. دي طبعا مش مصطلحات غزل تقليدية خالص، دي كلمات جديدة ومبتكرة بتوضح قد إيه خيالهم واسع ودمهم خفيف في كلامهم عن الحب. والحلو في الجزء ده هو بساطة التفاعل الرومانسي. الحوار مباشر وبسيط جدا. الرد على أنت سكر بحبيبتي شكرا بيلخص قصة حب بسيطة ومرحة بعيدا عن أي تعقيدات خالص. وفي الآخر خلينا نجمع كل الخيوط دي في بعضها عشان نكشف المعنى الحقيقي للأغنية. يعني اللي كان باين في الأول إن مجرد كلمات عشوائية هو في الحقيقة صورة متكاملة. الأغنية بتجمع بين الخيال الواسع وواقعية الشارع وعمق العلاقات الإنسانية وروح الدعابة، كل ده في مكان واحد. وده الملخص النهائي. الأغنية دي مش شوية كلام فاضي، دي تعبير ثقافي غني وحقيقي. هي بتستخدم لغة الشارع الخاصة عشان تحكي قصة عن الحياة والصداقة والحب بطريقة عمرنا ما شفناها قبل كده. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم. هل نجاح أغنية زي أبطال الجمهورية بيشاور على تغيير في الذوق العام وإن الناس بقت ميالة أكتر للنوع ده من الإبداع الحر اللي ملوش قيود؟ يمكن ده فعلا مستقبل الأغاني الشعبية.
سؤال يستاهل نفكر فيه.